المهم بعد كده بنشوف 606 لما نزل من المركبه الفضائيه وبيطلع يتمشى شويه وبيتفاجئ بعربيه جايه عليه وبتفعصه حرفيا، واللي في العربيه بيخافوا جدا وبينزلوا عشان يشوفوا هم داسوا ايه، وبيلاقوا 606 ولكن طبعا بيكون مغمى عليه، بس بيطلع ما ماتش فبيقرروا ان هم ياخدوه لاي محل عشان يرعاه. واول لما 606 بيفوق بيلاقي نفسه محبوس في قفص مع شويه كلاب، والكلاب كلها بتكون خايفه منه بسبب شكله وحركاته الغريبه. المهم ليلو وناني بيكونوا في المحل بتاع الحيوانات اللي فيه 606، لكن 606 بيقرر يهرب من المحل وفعلا بيقدر يطلع، بس بيلاقي جومبا بيضرب عليه نار وعايز يقتله، فعلى طول بيهرب منه وبيرجع المحل تاني. وساعتها بنشوف صاحبه المحل بتقول لليلو خش نقي الحيوان اللي انت عايزاه، وفعلا ليلو بتخش لكنها ما بتلاقيش حيوانات لانهم كلهم بيكونوا مستخبيين من 606. و606 وهو ماشي بيلاقي صوره لبنت حاضنه كلب، فبيحول نفسه لشكل كلب وبيروح على طول يحضن ليلو، وليلو بتفرح بيه جدا وبتكون عايزه تشتريه، وبتطلع تقول لناني انها لقت الكلب المفضل وبتوريهم 606، وكمان بتقول لهم انها هتسميه ستيتش. فصاحبه المحل بتقول لها ما بلاش الكلب ده، اصل الكلب ده في ناس جابته لهنا بعد ما اتفعص تحت عربيه، وبرغم كده فضل عايش وما فيهوش خدشه حتى، ولكن ليلو بتصمم انها تاخده. ده غير كمان انها بتقول لهم انها سمعت ان الكلب ده بيتكلم، فصاحبه المحل بتقول لها هو غريب لكن مش درجه انه يتكلم يعني، ومحدش بيصدقها. بعد كده بتدفع ثمنه وبياخدوا الشهاده بتاعته، وناني بتقول لليلو خدي ستيتش وروحي عشان انا ورايا شغل، وفعلا ليلو بتاخد ستيتش وبتمشي. وستيتش اول لما بيطلع بيفضل يستفز جومبا لان كده جومبا مش هيقدر يعمل له حاجه عشان هو مع ليلو. ولما ليلو وستيتش كانوا ماشيين بيقابلوا اصحابها الرخمين، وليلو بتحاول تعتذر لهم تاني ولكنهم مش بيرضوا يسمعوها وبيتريقوا عليها، وكمان بيتريقوا على ستيتش. فستيتش مش بيرضى بالكلام ده وبياخد عجله من واحده فيهم وبيخلي ليلو تركب وراه وبيطلعوا يجروا وبيروحوا للشغل عند اختها. وبنشوف شخص اسمه ديفيد بيعمل استعراضات في المطعم، ولما بيجي يتكلم مع ناني بيعزمها على العشاء، ولكن ناني بتصده وبتقول انها مش هينفع تسيب اختها وتسهر بره البيت. بعد كده بنشوف ستيتش وهو قاعد مع ليلو عمال ياكل زي المسعور، وفجاه بيلاقي اكل على الارض وبيحاول ياكله، ولكن كل ما بيقرب من الاكل بيبعد عنه، وده بيكون فخ عامله له جومبا. وستيتش اول لما بيشوفه بيمسك بوكله من دماغه، ولكن ناني على طول بتلحق الموضوع وبتبعد ستيتش عنه، لكن ستيتش مش بيهدى وبيكون مصمم انه ينتقم منهم. بس بيجي صاحب المطعم وبيعرف ناني ان الكلب ده بوظ له المكان وبيرفد ناني من الشغل.